كل ما احس اني وصلت الدنيا تديني على دماغي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن فيلم الفستان الابيض. الفيلم بيحكي عن ورده اللي هي ياسمين رئيس، فستان الفرح بتاعها بيبوظ قبل الفرح بيوم بالظبط، فبتنزل مع بنت خالتها بسمه اللي هي اسمها جلال، وبيحاولوا يجيبوا فستان باسرع وقت عشان باقي بالظبط يوم على الفرح. ومشكلة الاصعب ان هم بيدوروا يوم الوقفه لان فرحها اول يوم العيد، فعايزين يحاولوا يجيبوا فستان باسرع وقت ممكن. انا كنت مترقب الفيلم ده لسبب واحد بس، ان الفيلم ده من انتاج فيلم كليك اللي عملت افلام زي فوي 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 ورحله 404 اللي هم يمكن يكونوا احسن افلام عربي نزلوا في الفتره الاخيره دي، فكنت مستني الفيلم ده. والخلاصه كده من البدايه الفيلم ما خيبش بصراحه، الفيلم فعلا كان حلو. يعني ابسط وصف اقدر اديه للفيلم ده ان هو بيسلط الضوء على المجتمع المصري، بتشوف معادله بنت فقيره او بنتين في مستوى فقير شويه وسط المجتمع المصري، سواء بقى تعايشهم مع ناس اغنى منهم او حتى مع ناس في نفس مستواهم، وهم بيصبوهم تشوف حياتهم على مدار اليوم ده واللي بيمروا بيه في وسط المجتمع ده. ومش عايز اقعد اكرر كلمه ان الفيلم قدم كل حاجه بشكل واقعي والكلام ده، انا حاسس استخدمت الكلمه دي كتير قوي الفتره اللي فاتت، بس فعلا الاحداث كانت واقعيه لحد كبير وكانت تسلسل طبيعي جدا. المواقف نفسها اللي بيمروا بيها انت مصدقها ومصدق طبيعه الناس اللي بيقابلوهم، لان ما كانش في حد جدع بزياده ولا كان في حد مثلا هو الندل بزياده. انت ما حسيتش بافوره في الموضوع، عندك ناس كويسه وعندك ناس وحشه، والحاجات انت فعلا بتشوفها في الحياه الواقعيه، فده مخلي الموضوع متصدق اكتر. وحتى برضو المواقف اللي ما كانش فيها سواء ناس طيبه او ناس شريره، مواقف عاديه جدا، يعني مواقف عاديه زي مشهد الكوافير مثلا او مشهد الفرح اللي كان في الشارع ده، مشاهد بتحس انها فعلا بتنقلك الشارع المصري وبتنقلك مواقف متنوعه للفئه دي بتعيش ازاي وحياتهم ماشيه ازاي عموما. ما كانش فيه افوار حتى في الدراما، ما تحسش ان الفيلم كان معتمد على حاجات اوفر، احداث اوفر بزياده، ما تحسش ان كان في مثلا استخدام الموسيقى اللي بتعيط قوي دي، لا الموضوع كله كان ماشي بشكل طبيعي. وعلى فكره الموسيقى كانت حلوه جدا وكانت بسيطه جدا، واستخدامها على فكره ما كانش كتير، يعني الموسيقى كانت استخدامها بسيط جدا في مشاهد قليله اصلا، هي بس لما تبقى المشاهد توصل لذروه الدراما كان استخدامها مظبوط جدا. واللي ساعد انه يصورك الكلام ده بشكل حلو كان الاخراج، المخرج جيلان عوف دي اول تجربه سينمائيه ليها. بص هي عندها عين حلوه قوي في الكاميرا، الكادرات كان في شويه كادرات كانت حلوه جدا فعلا، التصوير نفسه كان جامد، الاماكن اللي صوروا فيها من اول مشهد انت بتتنقل لمكان الفيلم، من اول كادر خالص الحاره الشعبيه اللي بيصوروا فيها وباقي الاماكن على مدار الفيلم اماكن حقيقيه كانت مساعده اكتر في الواقعيه، والكادرات كانت حلوه جدا ومدخلك اكتر في المواقف. وفي كده شويه كادرات في النص فعلا تحسها كانت لها معاني حلوه قوي، وفي نفس الوقت ما تحسش ان الموضوع كان فيه فزلكه، ما تحسش ان المخرجه كانت بتتفزلك في الكادرات دي، لا الكادرات تحسها جايه بشكل تلقائي جدا. واللي ساعد انه يوصلك الكلام ده بشكل حلو قوي فعلا كان التمثيل. ياسمين رئيس قدمت دور حلو جدا وهي كانت لايقه جدا في الدور ده، ما تحسش ان في افتعال، هي تحس انها تلقائيه جدا في الدور، وعرفت توصلك المشاعر والتحولات اللي مرت بيها على مدار الفيلم بشكل كويس جدا. وهي يعني هي شالت الفيلم، يعني هي فعلا هي اللي وصلت الفيلم ده. ومعاها اسماء جلال كانت لايقه في الدور اكتر ما انا كنت متوقع. التفاصيل بتاعت الدور نفسها كانت حلوه، تفاصيل ملابسها بالذات، فكره البنت الشعبيه المتفتحه شويه هي قدمتها بشكل حلو. من تفاصيل بقى طبعا برضه تحسب جدا الاخراج للمخرجه جيلان عوف، تفاصيل الملابس بالذات والسلوك بتاعها، بس هي نفسها كانت لايقه في الدور. هل كان ده اقوى اداء تمثيلي؟ يعني مش هقول لك اقوى حاجه، وخصوصا كمان انها برضه واقفه قدام ياسمين رئيس تمام في كل مشاهد الفيلم، بس كان حلو، يعني هي كانت ماشيه، كانت مناسبه للدور اكتر ما كنت متخيل. بس اللي فاجئني فعلا كان احمد خالد صالح، ومش هقول لك فاجئني ان هو كان احسن اداء فيهم، لا انا اللي فاجئني هو فعلا كان اداؤه حلو وعجبني، وانا كان بقالي فتره ما شفتلوش اداء حسيته مختلف وعجبني بالشكل ده. يعني في ناس كتير قوي كان عاجبها اداء احمد خالد صالح في فيلم الهوى سلطان، ومع ان انا كان عاجبني جدا فيلم الهوى سلطان، بس حسيت ان اداؤه فيه كان عادي، ما كانش حاجه مميزه. هنا فعلا حسيت دوره مختلف عليه، وبالرغم ان الفيلم ده فيه نفس فكره دوره في الفيلم الهوى سلطان ان هو كان مشاهده قليله، بس هنا كانت مشاهد فعلا حلوه، وهنا هو دوره كبير برغم ان مشاهده انا يمكن ظهر في مشاهدين ثلاث مشاهد في الفيلم بطوله، بس فعلا حسيت باداء مختلف وكان معمول فعلا بشكل حلو. يعني يمكن يكون احسن اداء ليه انا فاكره من مده طويله يعني، او اكتر اداء ملحوظ ليه. وطبعا برضه باقي الاداءات كانت كويسه جدا، بس يعني دول الناس التوب، لان هم دول الناس اللي فعلا كان ليهم ادوار كبيره في الفيلم، ودول الناس اللي ظهروا في مشاهد ليها مساحات كبيره. وطبعا برضه ضيوف الشرف كانوا حلوين جدا. انجي بالصعود ظهرت في يمكن اقوى مشهد درامي في الفيلم، ويمكن كمان ظهرت في اصعب موقف في الفيلم، يعني هي ظهورها لما بدات تظهر ومروا بالموقف اللي مروا بيه كان ده على الفيلم او على رتم الفيلم، على الدراما اللي في الفيلم جدا، ده كان زي ما قلت كان اصعب موقف في الفيلم. والمشهد الدرامي اللي جاي بعده هي كانت عاملاه بشكل حلو جدا. وبرده من ضيوف الشرف المميزين قوي كان برده الفنانه ميم جمال، برده كانت مقدمه مشهد، كانت مشهد درامي قوي جدا، وبرده كان يمكن من احلى مشاهد دراميه في الفيلم. واللي كان حلو قوي فعلا في المشاهد الدراميه دي ان اي حد بيطالع فيها هو طالع مع ياسمين رئيس، هما الاثنين بيردوا على بعض في المشهد، تحس ان حد بيقول حاجه التاني بيرد عليه في التمثيل، فكانت حلو جدا ومخليه الاداء اعلى كمان.
لان انت يعتبر بتشوف الفيلم كل ما ممكن تاثر ياسمين رئيس، فانت بتشوف الناس دي وبتشوف اللي بيمروا بيه ورد فعلها هي على الحاجات دي، فده كان مخلي المشاهد دي اعلى بكتير. وبرده الحلو في قصه الفيلم ان هي قصه معتمده على المواقف، يعني هي مش احداث ثابته، هما بيمروا بمواقف الفستان اللي باظ فبينزلوا بيدوروا على فستان جديد، وبيمروا بقى بكذا موقف مع كذا شخص مختلف، والمواقف دي مش دايما مترابطه مع بعض، فانت معتمد في القصه من نوع ان تبقى المواقف حلوه وما تملش من الفيلم، وانا ما مليتش من الفيلم. والموضوع انا حسيته اصعب لان هي المواقف مش مرتبطه ببعضها بنسبه 100%، هو الرابط بين المواقف دي هي الشخصيه الرئيسيه، بس المواقف نفسها خلاص هم خلصوا الموقف ده راحوا يتنقلوا لموقف تاني، فكانت لازم المواقف تكون حلوه وتحس ان كل مره تحس ان الايقاع بيعلى والتمثيل كان لازم يبيع المواقف دي، وفعلا هو ده اللي حصل في الفيلم. فيلم مدته ساعتين الا ربع، انا ما زهقتش من الفيلم خالص، انا كنت طول الفيلم مركز في اللي بيحصل. وطبعا دي نقطه تحسب جدا للقصه والسيناريو اللي برده كان كاتباه جيلان عوف، وبرده اول تجربه سينمائيه في الكتابه. في بقى عيب في حته المواقف الكتير دي او يعني المواقف المتفرعه دي، ان بعد النص الاول تحس الموقف كبرت فجاه والموضوع تفرع شويتين. يعني في النص الاول كان السرد ماشي بشكل سلس، وكانوا الموضوع كله متعلق بانها بتدور على الفستان، وايا كانت المواقف اللي كانت بتمر بيها وايا كانت الرسائل اللي كانت بتطلع من المواقف دي او الاسقاطات اللي على المجتمع، كانت تحسها كلها في صلب الموضوع اللي هو الفستان اللي بتدور عليه. تحس بقى في النص التاني الموضوع كبر شويه وراح لحتت اكبر بكتير، وتحس ان الرسائل او الاسقاطات اللي على المجتمع زادت اكتر. ده طبيعي بالنسبه لنوعيه قصه الفيلم، ان هم ببساطه انت ما بتحسش ان الفيلم بيحاول حاجه محدده قد ما هو بيحاول يصب البنتين دول في وسط المجتمع المصري، فبتشوف كذا حاجه بقى، كذا موقف، كذا صنف من المجتمع من الاخر، بكذا اسلوب، الناس الطيبه والناس اللي مش كويسه، فتحس ان ده طبيعي بالنسبه لنوعيه القصه دي وكان ماشي بشكل منطقي. بس ما بتحسش ان السرد كان ماشي بنفس السلاسه كان ماشي بقى في النص الاول، تحس الموضوع كبر مره واحده، وخصوصا ان مش دايما بيكون الضرر الرئيسي واقع على البطله الرئيسيه، او ما تحسش ان شخصيه ياسمين رئيس في الفيلم كانت هي المتضرره الاساسيه او المتضرره الاكبر بالبعض الاحداث اللي حصلت في النص الثاني من الفيلم. وان كان برضه بتختبر في المواقف دي وبسبب قراراتها بتشوف الضرر اللي حصل لها بسبب القرار اللي خدته، ده بس حصل في موقف، هو الموقف اللي في النص الثاني هتعرفوا الموقف ده من الاخر، هو كان انت ان هو ده كان اصعب موقف في الفيلم، فاللي شاف الفيلم هيفهم انا قصدي عليه. بس بعد كده تحس الموضوع قلب سنه في حته الافوره او في الاوفر دراما سنه، لان مش هي المضرورة الأساسية، وتحس إن الفيلم هنا بدأ يمر بكذا تحول خاص بالشخصية بتاعتها في الأواخر بالذات. يعني هي مرت بكذا مرحلة كده وموقفها اختلف على مدار الفيلم بالذات في التلت الأخير ده، ومش حوالك إن أنت ما كنتش فاهم هي ليه حصلت كده أو هي ليه اتغيرت بالشكل ده، بس تحس ان النص الاول كان سرده مقنع اكتر من النص التاني، تحس انت فاهم تغييراتها في النص الاول اكتر من النص التاني. مش عارف، يمكن تكون المواقف كانت اسرع سنه، يمكن يكون كبر المواقف اللي حصل في النص التاني كان محتاج وقت اكتر من كده شويه، بس حسيت ان الموضوع كان مقنع في النص الاول اكتر سنه من النص التاني. مش معنى كده ان الموضوع ما كانش مقنع في النص التاني، لا انت برضو مقتنع وفاهم كل اللي بيحصل، بس ما تحسش انها بنفس السلاسه. يعني حته ان انت مش مقتنع بنسبه 100% قوي زي النص الاول بالتغيرات اللي مرت بيها الشخصيه الرئيسيه. جه في اخر الفيلم خناقه حصل كده ما بين ياسمين رئيس واسماء جلال، يعني المفروض ان دول طالعين غير ان هم قرايب وما كانوا يعني واضح ان هم صحاب مقربين يعني، فحصل خناقه ما بينهم وانت مش فاهم الخناقه دي حصلت ليه، ما جمعتهاش او فاهمها، حاسس انها جت كده عشان خلاص دول الاثنين قريبين قوي من بعض على مدار الفيلم، فخلاص البطل مرت بمشكله كبيره فهتحصل الخناقه دي، وانت نوعا ما فاهم ان الخناقه هتحصل، يعني انت فاهم سبب الخناقه وفاهم ان حد في نفس مكان البطله خلاص مش طايقه نفسها، فمن الاخر هتحصل مشكله، بس تحس ان هي جت بشكل كده مش مقنعه قوي قد ما تحس انها كانت خلاص هي هتتعمل عشان انت في فيلم درامي من الاخر. وبرده من الحاجات اللي حسيت انها كانت ممكن تبقى احسن شويه من كده، كنت حاسس ان شخصيه احمد خالد صالح كانت محتاجه انها تتفرد لها بشكل اكتر من كده، كانت محتاجه ان انت تعرف عنها اكتر، كنت محتاج تعرف اكتر علاقه ما بين ياسمين رئيس واحمد خالد صالح، لان وقت الاخير خاص بيهم والتغيرات اللي حصلت دي خاصه بعلاقتهم مع بعض، فتحس ان نوعا ما كنت محتاج تعرف اكتر شويه على نوعيه العلاقه ما بينهم نفسها عامله ازاي. هي تحسب لهم في نقطه ان انت ما بتعرفش كتير ان الموضوع ما كانش ماشي بشكل اكسبوزيشن، يعني انت لما بتشوفهم مع بعض انت بتفهم المطلوب عشان خاطر تفهم قصه الفيلم وتفهم هما ايه اللي خلاهم ليه ما اتجوزوش لحد دلوقتي وقصه الفستان والموضوع ده كله، وتحس ان الحوارات اللي ما بينهم ماشيه بشكل طبيعي جدا، ما تحسش ان هم بيحكوا حاجات للمشاهدين وخلاص، لا يعني انت داخل الموضوع بالظبط في النص عادي بشكل طبيعي، والحوارات اللي انت عايز تعرفها بتعرفها بشكل سلس جدا، بس مش عارف حاسس انها كانت ممكن تتقدم بشكل احسن، او حاسس انت كان ممكن تعرف تفاصيل اكتر تقنعك شويه اكتر باللي حصل في الثلث الاخير او بالتغيرات اللي حصلت في الثلث الاخير. هل ده معناه ان انا ما كنتش مقتنع باللي حصل؟ لا، الفيلم مقنع، فيلم حلو، وفعلا الفيلم بيسلط الضوء على المجتمع المصري والاحداث بتاعته سلسه. هي العيوب اللي انا بقولها دي لان انا حسيت فعلا الفيلم كان ماشي حلو قوي وكان ممكن يبقى في مكان كمان احسن من كده، يعني الفيلم اوريدي كان قوي، انا حاسس كان ممكن يبقى اقوى من كده بحبه حلوين، بس كل ده ما يمنعش ان الفيلم حلو، من الافلام العربي المميزه السنه دي برضه. يمكن لو عندي تعليق بسيط ان بص يعني موضوع خاص بالتوقعات، يعني هو بالنسبه لفيلم كلينيك اللي عمل فوي 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 وراح 404 الفيلم ده مش بيوصل قوي لنفس المستوى ده،
ما تحسوش بنفس مثال الاوريجيناليتي الخاص بالفيلمين دول، تحس الفيلم ده متوقع اكتر سنه بالنسبه للفيلمين دول. بس برضو انا بالنسبه لي يعني انا كنت مستني الفيلمين دول اكتر من فيلم الفستان الابيض بصراحه، لان الفيلمين دول كانوا عاملين هايب اكبر بكتير من الفيلم ده. فاللي هو من الاخر على درجه ترقبي على درجه استمتاع بالفيلم. بس يعني لو انت من الاخر مستني الفيلم ده لمجرد بس ان هو خلاص فيلم اتعرض في مهرجانات، تقريبا الفيلم كان معروض في مهرجان الجونه، وبرضه هو عشان فكره فيلم كلينيك هتنبسط، الفيلم حلو. انما لو انت كنت مستني الفيلم ده يوصل لمستوى 404 او في حاسس ساعتها هتطلع برضه الفيلم عاجبك، بس هتحس فعلا الفيلم مش اقوى حاجه. انا ما كنتش مستني يبقى زيهم بصراحه، بس يعني قلت مش ممكن يبقى زيهم كده، عارف يعني هي الحته دي اللي مخليني طالع سنه بس مش قادر احسبها على الفيلم، لان زي ما قلت لك انا ما كنتش متوقع نفس الليفل ده، بس كنت متوقع فيلم حلو. الفيلم فعلا كان جامد وحدد 8 من 10، وكل ما تدخل وانت توقعاتك اقل شويه كل ما هتنبسط اكتر من الفيلم. وبس كده، ده كله على فيلم الفستان الابيض. انتوا شفتوا فيلم يسر ده؟ شفتوه؟ اكتبوا في الكومنتات. انا ما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا لكم في الكومنتات. وايه رايكم عموما احسن فيلم عربي نزل في الفتره دي او في السنه دي عموما؟ لان فعلا السنه دي حسيت ان فيها نهوض في الافلام العربي، لا يعني فعلا في افلام عربي قويه قوي نزلت السنه دي. ايه رايكم فعلا بالنسبه للافلام نزلت السنه دي؟ وهل الفيلم ده يوصل لهم ولا لسه مش للدرجه دي يعني؟ مستني اعرفكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يشارككم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.